اتفضلي. أنا أميرة صالح. عندي 21 سنة، فرقة رابعة قسم أمراض النبات. حاصلة على المركز الثالث في مسابقة الطالب المثالي. آه، المسابقة كانت أنا قدمت فيها بالصدفة. يعني واحدة صاحبتي، أنا كنت قبلها مش هقدم لأن أنا كان عندي ظروف صحية فما قدمتش. صاحبتي قالت لي لا يلا نقدم ومش هنخسر حاجة يعني حتى لو خسرت. فما فيش مشكلة نكون خدنا التجربة. الأسئلة كانت بالنسبة لي في منهم عارفاه، يعني في أسئلة عارفاها بس بالنسبة لي صعبة شوية. آه، لكن يعتبر الحاجة اللي أنا شايفة نفسي كنت مميزة فيها لما قدمت نفسي بالإنجليش. بس الامتحانات تمت ازاي؟ هي كانت على مرتين. المرة الأولى كان المرة اللي أنا كنت فيها كنا تقريبا 6 أو 6. كنا 3 بنات. احنا كنا 5، 3 بنات و2 شباب. بس الأول ادونا ورق، جاوبنا على الورق وكده، وبعدها رحنا مع الدكتورة زينب. سألتنا أسئلة شفوي برضو، وبعدها كل واحد فينا بدأ يقدم نفسه. يعني كلمة وجهها للطلبة زمايلك آه، اللي ما شاركوش بقى. يعني اغلب الطلبه بتبقى خايفه من التجربه دي، بتبقى خايفه ان هي ممكن تفشل او ان هي ممكن تكون نهايتها فشل، يعني ما هفوزش بحاجه. لكن خد التجربه وابدا. مجرد ما تبدا حتى لو خسرت، حتى لو ما خدتش مركز، فانت ما خسرتش حاجه، انت استفدت. لان انت بدأت بالتجربة دي، وهي مفيدة على كل المستويات، سواء ان انت وانت بتقدم نفسك ده مفيدة عشان لما تيجي بعد كده تقدم نفسك هتبقى خدت خبرة فيها. وبالنسبة للأسئلة فانت بتبقى خدت برضو خبرة في الأسئلة، عرفت ايه الأسئلة اللي ممكن تتسأل فيها او كده، وعشان تعرف تثقف نفسك في أي مجال.